تخيل فيديو من ابداعك بضغطة زر واحدة بيشوف الملايين من غير حتى بقى ما تظهر وشك ابدا، وصانعين محتوى زيك بيحققوا ملايين المشاهدات بافكارهم بس وشوية ابداع. فهل بقى فعلا عاوز تعرف السر؟ بتفكر انك محتاج كاميرا بقى ب 100,000 جنيه عشان تبدا؟ فانت غلطان. المحتوى اللي بينتشر دلوقتي ما بيحتاجش وشك ولا حتى معدات، موبايلك بس واداة ذكاء اصطناعي واحدة هتخليك تنافس الكبار، والسر كله في افكارك مش في الكاميرا. تخيل بقى فيديو من اوضتك يوصل للعالم كله بضغطة زر واحدة. طب ايه اللي بيوقفك؟ هل هو الخوف؟ الصوت اللي في دماغك اللي بيقولك هتفشل او محدش هيشوفك؟ اسمعني، الكل بيخاف في البدايه، بس الفرق بينك وبين صانع المحتوى الناجح هو انه عمل اول خطوه. صدقني المشاهدين مش هيبصوا على وش، هيبصوا على ابداع. الخوف ده عامل زي ورقه، كل اللي عليك انك تقطعها. جرب النهارده وهشوف الفرق. في الدقيقه الجايه هوريك بالظبط ازاي تحول افكارك لمحتوى يجذب الملايين من غير وشك حتى، وهتكتشف فعلا ان الطريق اسهل مما تتخيل. خليك معايا ورحلتك كصانع محتوى هتبدا دلوقتي، ويلا جهز نفسك. في الفيديو ده بقى انا مش هعمل محتوى واحد ولا اتنين، انا هعمل اكتر من 30 محتوى، وده كله بضغطة زر واحد، سواء بقى فيديوهات على اليوتيوب او فيديوهات ريلز على الانستجرام او حتى فيديوهات على التيك توك. في الفيديو بقى هنعمل فيديوهات على كل المنصات، وده كله بموقع واحد بس وهو بس دوت اي اي. هو بيدعم اللغة العربية ولغات تانية، وده بقى فيه خاصية جديدة اسمها اقتباس لفيديو. احط الكلام اللي انا عاوزه واحط اسم الكاتب لو انا عاوز، واقدر بقى اختار الخلفية اللي هتكون فيديو جاهز او صورة بالذكاء الاصطناعي او فيديو بالذكاء الاصطناعي، وبضغطة زر عملت الفيديو واقدر اعمل تعديل عليها زي ما انا عاوز. ده غير بقى ادوات تانية زي عمل فيديوهات لاي محتوى، من خلال انك تكتب بس فكرة الفيديو وتختار الستايل اللي عاوز تعمله وتعمل انشاء بضغطة زر واحدة. وفعلا في ناس عملت مشاهدة حلوة من الخاصية دي، زي الصفحة دي اللي بتستعمل نفس الموقع وعملت مشاهدات جامدة حرفيا من فيديوهات ما بتاخدش منه اكتر من دقيقة. وتقدر تحول الكلام لصور وتصور الفيديو، او كمان تعمل ايديت سريع لفيديوهاتك. وفي بقى اصوات جامده خاصه بالذكاء الاصطناعي، محتوى يمكن أن تكون نقطة تحول في حياتك. وده بقى هيساعدنا نعمل اي محتوى عاوزين نعمله. الرابط هسيبه في الوصف والتعليق المثبت. انا بقى هعمل 3 حاجات في الفيديو ده: عمل فيديوهات ريلز على الانستجرام، وعمل فيديوهات شورتس على اليوتيوب، وعمل فيديوهات على التيك توك. اولا فيديوهات ريلز على الانستجرام، انا شفت الصفحه دي اللي عندها 1,700,000 متابع من بس مجرد نصائح نفسيه، وعملت مشاهدات جامده حرفيا. فانا بقى قررت اعمل صفحه جديده على الانستجرام مشابهه ليها، ودخلت على بيز دوت اي اي وضغطت على الصور وانشاء صوره، وكتبت اعمل لوجو تيبوغرافي لنصائح نفسيه، واخترت الستايل وعملت انشاء. دخلت بقى للصفحه بتاعتهم وخدت منهم 20 اقتباس وحفظتهم عندي في الملاحظات اللي موجوده في الموبايل. وعلى كده اخدت اول اقتباس وترجمت اول واحد بالعربي، واخترت فيديو ودخلت الاقتباس لفيديو وحطيت الكلام، واخترت بقى فيديو وعملت انشاء وعدلت المكان الخاص بالنص، وغيرت الفيديو كمان عشان ما كنتش حابه شويه يعني، وعملت بعدها انشاء وتحميل. عملت بقى اكتر من 20 فيديو بنفس النظام، وعملت الفيديوهات كلها مجدوله عشان تنزل تلقائي كل يوم. وبعد ما نزلت اول فيديو، الفيديو وصل في حوار 152 مشاهده بالظبط. قلت تمام مفيش مشكله، نزلت الفيديو التاني وبعد يوم بالظبط وصل ل 167 مشاهده. ونزلت الفيديو التالت واللي وصل ل 142 مشاهدة، واللي بعده وصل بالظبط كمان ل 237 مشاهدة. طبعا انت اكيد عارفين ان اي فيديو مثلا على الانستجرام بيقعد في الاول بيعمل نفس المشاهدات دي، بعد كده بيعمل كتير. وده اكيد لكده لما انا عملت صفحة على الانستجرام خاصة بالبيزنس اللي انا عملته قبل كده، وفعلا كان بيجيب لي نفس المشاهدات. كان لازم انزل على الاقل مش من 10 فيديوهات عشان اقدر اعمل اول 20,000 مشاهدة على فيديو واحد. فهنا في الانستجرام اهم حاجة الاستمرارية. وبكده بقى انا عملت صفحة تدير نفسها بالذكاء الاصطناعي من غير ما اتعب نفسي نهائيا. تاني حاجة بقى وهو عمل فيديوهات على اليوتيوب، دخلت على إنشاء فيديو قصير وأقدر كمان أحدد مدة الفيديو، وكنت عاوز أعمل محتوى تاريخي شوية، فكتبت بقى عند فكرة الفيديو سر غامض عن هتلر، وخليت اللغة عربي والأسلوب طبيعي، وفعلت الموسيقى والمؤثرات، وعملت بعد كده التالي. اخترت بقى الصوت ده هل تعلم أن صناعة المحتوى يمكن أن تكون نقطة تحول في حياتك؟ وعملت إنشاء النص، وأقدر أعدل على الكلام قبل ما الفيديو يتعمل، وبعدها كانت دي النتيجة. هل كنت تعلم أن هناك سرا خطيرا عن هتلر قد يغير نظرتنا لتاريخه؟ اكتشف الحقيقة المدهشة والغامضة التي لم يذكر عنها مسبقا حقا بكل تفاصيل. وعملت بقى 15 فيديو من نفس المحتوى ده في دقايق حرفيا، وعملته مجدول عشان ينزلوا تلقائيا. وطبعا نزلت اول فيديو اللي كان بيتكلم عن سر قائمة بهتلر، ووصل في حوار يعني 1700 مشاهدة، ودي حاجة كويسة في البداية. نزلت الفيديو التاني واللي بيتكلم عن مكان ابليس، بس الصراحه ما جابش مشاهدات كويسه خالص، 300 مشاهده بس. وبعدها بقى نزلت الفيديو التالت واللي بيتكلم عن جنسيه هتلر الحقيقيه، واللي وصل ل 2000 ونص مشاهده،
ودي يعتبر حاجة كويسة جدًا. فأنا بقى قررت أتكلم عن المشاهير، فنزّلت برضك الفيديو الرابع واللي بيتكلم عن نابليون بونابرت، واللي وصل بالضبط ل3150 مشاهدة. فأنا بقى قررت أنزّل عن شخصيات تاريخية، ونزّلت فيديو كمان عن ليوناردو دافنشي واللي برضك وصل ل3100 مشاهدة يعتبر، وجاب لي 7 مشتركين. نزّلت بقى الفيديو الرابع واللي حرفيًا عمل مشاهدة كويسة جدًا، وهو عن أينشتاين، واللي عملت من خلاله 10,000 مشاهدة في خلال يومين بس. وزي ما أنتم شايفين فوق الفيديو عمّال يجيب مشاهدة لحد دلوقتي، واللي جاب لي خلال 60 دقيقة 1200 مشاهدة. ممكن نجيب له مثلًا في حدود 50,000 مشاهدة والّا حاجة، وجاب لي 39 مشترك، وزي ما أنتم شايفين النتيجة كويسة جدًا الصراحة. ودي بقى الطريقة المجانية عشان نعمل فيديوهات زي دي. أولًا أنا دخلت على ChatGPT وقُلت له جيب لي 10 أسرار خاصة ب10 شخصيات تاريخية، اخترت سر منهم وهو السر رقم 4 الخاص بأينشتاين. بعدها دخلت بقى قُلت له اعمل لي script خاص برقم 4 ويكون ما يزيدش عن 600 حرف. بعد ما عمل لي الscript قُلت له بعدها تاني على ChatGPT إن هو يعمل مشاهد لكل جملة من الscript ده. طبعًا بعد ما عمل لي كل المشاهد قُلت تاني لChatGPT إنه يعمل الصور، ولكن كان بيحصل مشكلة إن هو بيقول لي إن الصورة دي مخالفة للسياسات. حاولت أعدّل على قد ما أقدر، ولكن ChatGPT كان مُصِر إن هو ما يعملش الصورة. فقررت بقى إن أنا هاسيب ChatGPT وأروح لموقع ليوناردو AI. خدت طبعًا المشاهد وترجمتها بالإنجليزي، ورُحت بقى طبعًا حطيت البرومو، وبرضك كان في مشكلة إن هو ما كانش بيجيب لي شكل هتلر الحقيقي، فدي برضه كانت مشكلة بالنسبة لي. حاولت يمين وشمال ولكن نفس المشكلة، فقررت بقى أشوف حاجة تانية وهو موقع جروك، وده شبيه بChatGPT. فبرضك خدت نفس البروموهات وحطيت قُلت له اعمل لي صورة للبرومو ده، وقُلت له حاول تخلّيها بالمقاس الخاص بالموبايل. وبعد ما عملها هو حرفيًا عمل لي الصورة وحط فيها هتلر، ولكن كان في مشكلة إن هو مش عامل لي المقاس الخاص بالموبايل، ولكن قُلت كويس إن هو عملها أصلًا يعني. بعدها حملت الصور كلها الخاصة بالمشاهد، وبعدها بقى الحاجة اللي بعد كده وإن إحنا كنا عاوزين نعمل صوت بالذكاء الاصطناعي. وطبعًا الموقع الوحيد اللي كويس في الموضوع ده هو Eleven Labs. خدت الscript ولكن قبل ما آخده من ChatGPT قُلت لChatGPT خلّي الكلام ده بالتشكيل عشان الكلام يطلع بالذكاء الاصطناعي كإنه حقيقي بالضبط. بعد ما شكّل لي الكلام خدت الكلام الموجود في ChatGPT وحطيته في موقع Eleven Labs، واخترت كده صوت كويس ويكون غامض شوية. وبعدها بعد ما عمل لي الكلام حمّلت الصوت. نيجي بقى في الحاجة اللي بعد كده وهي إن أنا كنت عاوز أعمل المونتاج. أولًا دخلت على CapCut وحطيت الحاجات اللي إحنا عملناها اللي هي الصور والصوت بالذكاء الاصطناعي. حذفت الأجزاء الصامتة اللي بين الكلام عشان الكلام يكون سريع، وبعدها حطيت الصور على حسب كل جملة. جينا بقى لآخر حاجة وهي الAuto Captions، ودي طبعًا الكلام يتحط تلقائي بالنسبة لكل صوت. فدخلت هنا على الAuto Captions وخليت الكلام بالعربي، وبعدها عمل لي الكلمات. ولكن كان لازم أخلّي شكل الكتابة أحسن شوية، فدخلت على effect هنا واخترت واحدة من دول، فأنا اخترت اللي هو اللون الأصفر. بعد ما عملتها هنا بقى كنت عاوز أحط أغنية، فدخلت على موقع Pixabay، دخلت عليه واخترت كده صوت غامض شوية، حطيته بقى طبعًا في CapCut، قللت الصوت شوية بحيث إنه يكون الصوت الخاص بالفيديو أعلى من صوت الأغنية. وبعدها بعد ما خلصنا زي ما أنتم شايفين أخيرًا عملنا الفيديو. يعني يعتبر الفيديو خد مني في حوار ساعة وتلت أو ساعة ونص، ولكن ده كله أنت ممكن توفره بدقيقة واحدة حرفيًا وبضغطة زر من موقع Best.ai. وبكده قدرت أعمل محتوى ينزل تلقائيًا لمدة 15 يوم بدون أي مجهود. آخر حاجة بقى وهي عمل فيديوهات على التيك توك. أنا شُفت الحساب ده اللي عنده نُص مليون متابع وبيعمل فيديوهات من نفس الموقع، وقدر يوصل لمشاهدات جامدة حرفيًا بفيديوهات ما بتاخدش منه أكتر من دقيقة. فقررت بقى أعمل نفس محتواه وعملت نفس الفكرة، ولكن كتبت بقى هنا أفكار مشابهة ليه. عملت 15 فيديو وحمّلتهم، وبدأت أنزّل فيديو كل يوم من غير حتى ما أتعب في المونتاج. الموضوع سهل جدًا وده كله من ضغطة زر واحدة. فتقدر بقى تعمل محتويات كتير جدًا غير دي. فخُش على الرابط اللي أنا هاسيبه في الوصف والتعليق المثبت، واختار المحتوى اللي أنت عاوز تعمله. وكلمة السر في الفيديو ده هي صناعة المحتوى. شكرًا على المشاهدة وسلام.